عودة مرة أخرى للدوري الأقوى والأمتع في العالم، الدوري الإنجليزي الممتاز. سيتي بيواصل ملاحقته للليفر في صراع لقب الدوري الأغلى والأقوى في العالم بفوزه على فولهام 2-0 بره ملعبه، وسولشاير بيحتفل بأول مباراة ليه كمدرب أساسي مع مانشستر يونايتد بالفوز على واتفورد 2-1، وتشيلسي بيقلب الطاولة على كارديف سيتي بهدفين في 6 دقايق بس عشان يوقع على حظوظه في التأهل لدوري الأبطال الموسم الجاي ويعجل بهبوط كارديف سيتي للدوري الإنجليزي الدرجة الثانية. أما أرسنال فبيتخلى عن مركزه المفضل وبيجرد توتنهام من المركز الثالث بعد الفوز على نيوكاسل ب 2-0 في ملعبه. أما في قمة الجولة فليفربول بينتصر على توتنهام عشان يرجع للصداره تاني ويشعل المنافسه على الصراع مع السيتي. فيلا بينا بقى نتكلم عن اهم الماتشات واللي حصل فيها. بس في ملحوظه مهمه، الحلقه دي بتتصور وقت ما الماتشات الاساسيه للجوله خلصت، بمعنى ان ماتشات الدبل لسه بتتلعب في الوقت الحالي. ففي الحلقه دي هنتكلم عن ال10 ماتشات الاساسيه اللي اتلعبوا، لكن 5 ماتشات الدبل مش هنتكلم عنهم. فيلا بينا نبدا. جوارديولا في طريقه للمحافظه على اللقب الثاني على التوالي مع مانشستر سيتي. السيتي بيحتل المركز الثاني برصيد 77 نقطه مع وجود لسه مباراه هيلعبها مع كارديف بكره، واللي للاسف سيرجيو الكون اجويرو مش هيلحقها لانه ما اتمرنش امبارح ولا النهارده، وغالبا مش هيلعب ماتش بكره على حسب كلام بيب جوارديولا طبعا في المؤتمر اللي كان من شويه. جوارديولا بدا ب 4-3-3 صريحه بوجود اجويرو مهاجم صريح واثنين اجنحه هم ستيرلينج وبرناردو سيلفا. ستيرلينج اللي ما فيش شك انه لبس ناس كتير قوي في الماتش ده بعد ما جاب 3 نقط بس، لكن اطمنوا لسه عنده ماتش كمان واجويرو مش هيلعب فيه. اما برناردو سيلفا فبيسجل الماتش الثالث على التوالي عشان ياكد ان ده موسم من انجح مواسمه تقريبا، وانه كان جدير فعلا بثقه جوارديولا من ينقله من نص الملعب ليلعب جناح. احسن حاجه في جوارديولا انه بيتعامل مع كل الماتشات على انها نهائي، بيبدا الماتش زي ما بينهيه وما بيبصش غير على ال3 نقط ايا كان المنافس، وهي دي فعلا سمات المدرب اللي عايز يكسب الدوري مش بس ينافس عليه. جوارديولا بدا الشوط الاول بضغط عالي من الدقيقه الاولى وده خلاهم يتيح لهم فرص كتير جدا. اما في الشوط الثاني فلعب على الاستحواذ ونقل الكره بين رجلين لعيبته لاطول فتره ممكنه، فما كانش صعب على جوارديولا ابدا انه يخطف 3 نقط بره ملعبه من منافس هبط تقريبا للدرجه الثانيه. بل كمان فولهام تحمد ربنا ان هي خسرت 2-0 بس، اسالوا الفرقه الثانيه بتعمل فيها ايه. برناردو سيلفا كان ليه تصريح مهم جدا بعد الماتش، وهو انهم لعبوا على الضغط العالي لان الضغط العالي بيولد اخطاء. احب اقول لك يا برناردو انت قديم قوي، لان الكابتن ايمن الكاشف هرينا بالتصريح ده في كل ماتش. اجويرو بتسجيله الجول وصناعته الجول وصل لهدف 26 الموسم ده، وده طبعا بعد ما سجل 19 جول وصنع 7 اهداف. وهنا بقى لازم نقف شويه. محمد صلاح في تلميحات ليه كده كان بيقول ان ده موسم من افضل مواسم اجويرو. تعالى بس يا صلاح عايز اقول لك حاجه، اجويرو موجود في البريمير ليج من موسم 2011 2012، ففي اول موسم ليه اللي هو موسم 2012 قدر انه يشارك ب 32 جول، وتاني موسم كان الموسم الاسوأ لاجويرو منذ وجوده في انجلترا لانه شارك ب 15 جول بس، وفي الموسم اللي بعده قدر انه يشارك ب 28 جول، والموسم اللي بعده ب 36 جول، والموسم اللي بعده ب 27 جول، واللي بعده ب 25 جول، واخرهم الموسم اللي فات قدر انه يشارك ب 25 جول برضه. وحاليا ولحد دلوقتي اجويرو هو هداف الدوري ب 19 جول ومشارك ب 26 مع وجود 7 اسيست. فانت جبت الكلام ده منين ان ده افضل مواسم اجويرو؟ اجويرو من يوم ما جه البريمير ليج هو ده العادي بتاعه اصلا. اجويرو كان هداف الدوري الانجليزي وقت ما انت كنت لسه متصاعد من الموسمين في المقاولين العرب للفريق الاول. فوق يا فخ العرب والنبي عشان تصريحاتك يوم عن يوم بتقلل منك قوي. سولشاير بيضيق احلام واتفورد قوي على المشاركه في الدوري الاوروبي لاول مره في تاريخه، باداء اقل من المتواضع بيفوز على واتفورد بجولين وبيلبس جول في الدقيقه الاخيره كده حاجه كده ماركه ارسنال اللي هو هتكسب بس مفيش كلين شيت برضه. يوم السبت اتفاجئنا كلنا بان ليندلوف مش هيلعب لانه رزق بمولود جديد وهيحتفل بيه. انا رايي بقى ليندلوف انك تكمل احتفال بيه وما تلعبش ماتش النهارده كمان، لان عندي ازبيليكويتا جايب 10 نقط على الدكه هينزل مكانك. ابوس ايدك كمل احتفال وما تلعبش النهارده، الا بقى لو كنت مصمم فتنزل تجيب جول وتعمل اسيست وتعمل كلين شيت، غير كده هبيعك لاخر الموسم. واتفورد بدا الماتش بشكل كويس جدا وده خلى اليونايتد يعاني في اول ربع ساعه وفقد السيطره على الماتش تماما. اما راشفورد فبيلعب وبيسجل جول بعد اصابته في الكحل. سولشاير بعد الماتش كان ليه تصريح غريب برضه، قال فيه ان احنا قدامنا 15 نقطه لو قدرنا نجمعهم هنبقى من ضمن الثلاثه الكبار في انجلترا. الله يرحم ايامك يا سير اليكس، بقى اليونايتد عايز يلم النقط الباقي عشان يبقى من ضمن الثلاثه الكبار في انجلترا. يا عيني على الزمن لما بيذل، يا عيني. من وجهه نظر الشخصيه سر نجاح سولشاير الموسم ده مع مانشستر يونايتد هو الشراسه الهجوميه للرباعي الامامي. فلو جيت تبص على راشفورد ومارسيال هتلاقيهم مسجلين 10 جوال وبوجبا مسجل 11 جول ولوكاكو مسجل 12 جول، ودي حاجه ما حصلتش من موسم 2011 2012 ساعه ما تشيلسي عملها برضه. والجدير بالذكر ان اول فرقه قدرت تعمل الموضوع كانت مانشستر يونايتد في سنه 95 96. احسن لاعب في المباراه من وجهه نظري كان لوك شو طبعا، مش بس لانه نجح في قطع الكوره وقاد هجمه مرتده جاب بها اسيست، لا كمان الماتش ده كان مدافع متكامل تقريبا لان جبهته كانت مقفوله تماما وما جاش منها اي خطوره. اما بوجبا الماتش ده فبيقدم ماتش من اسوأ ماتشاته تحت قياده سولشاير. تشيلسي بيقلب الطاوله على كارديف وبيقرب من الهبوط وبيقرب هو من التاهل لدوري الابطال الموسم الجاي بعد ما جاب جولين في 6 دقائق عن طريق ازبيليكويتا وتشيك. ماتش ما فيش فيه اي حاجه فنيه ممكن نتكلم فيها، وابرز ما فيهم ما كانوا 3 نقط. النقطه الاولى كانت عدم البدء بهازارد وكانتي واللي كانوا موجودين على الدكه، والنقطه الثانيه كانت تصريحات مدرب كارديف سيتي بعد الماتش واللي قال فيها ان ده اقوى واحسن دوري في العالم لكن موجود فيه اسوأ حكام في العالم والفار هيحل مشاكل كتير. اما اخر نقطه فهو سيزار ازبيليكويتا من افضل لاعبي تشيلسي الموسم ده، ما كانش هو افضل واحد فيهم فعلا لكن بالتحديد هو افضل مدافع في تشيلسي الموسم ده. ازبيليكويتا من اول الموسم ما كانش بيسجل اجوال لكن بيعمل اسيستات، وفي اول جوله اشتريه فيها من اول الموسم سجل اول جول ليه، بس كانت المشكله ان انا مقعده دكه ليندلوف، فان شاء الله باذن الله كمان شويه سولشاير مش هيلاعب ليندلوف وازبيليكويتا ينزل ب 10 نقط.
ارسنال يتخلى عن مركزه المفضل ويجرد توتنهام من المركز الثالث. مشجعين ارسنال على السوشيال ميديا من امبارح بقوا حاطين نفسهم في زون انهم بينافسوا على الدوري مع سيتي وليفربول، مش عارف ازاي بس مش مهم. امري بدا ب 3-4-3 بلاكازيت مهاجم صريح واثنين اجنحه اليكس ايوبي واوزيل، مع وجود اوبامينج على الدكه ومعاه النني اللي شارك بعد 51 يوم ما بيشاركش مع ارسنال، لكن برضه في وجود اوبامينج على الدكه لاكازيت قام بالواجب هو ورمزي، والاهم من كده اوزيل لعب ماتش كويس جدا. لكن ما كانش ده الغريب، وهو ان طالما اوزيل مستواه كويس فارسنال مستواه كويس. اللي هو ازاي يا حاج يعني؟ ده انت مش ناظر انك تطلع تشتمه في المؤتمرات الصحفيه. الغريبه بقى انك لو جيت تدور ورا اللي بيقوله ايمري هتلاقي ان هو صح فعلا. اوزيل الموسم ده صنع 36 فرصه محققه لزمايله اكتر من اي لاعب في البريمير ليج، ورغم انه شارك 1350 دقيقه من اصل 2730 دقيقه. تخيل بقى لو كان لعب كل الماتشات كان عمل ايه. مواجهه ارسنال ونيوكاسل كانت من طرف واحد تقريبا، ونيوكاسل ما جاش الماتش، بس برضه ما كانش ده الغريب كانت تصريحات رافا بينيتس بعد الماتش اللي قال فيها انه كان قريب جدا من الفوز برغم انه فريق خسر 2 مش عارف ازاي، وقال ان فريقه ما استغلش الفرص في الثلث الاخير اللي هي ما كانتش موجوده اصلا، وانه ما كانش في اي خطوره حقيقيه على مرمى لينو. في النهايه بعد فوز ارسنال بيركب المركز الثالث وبيشعل الصراع على التاهل لدوري ابطال اوروبا الموسم القادم مع الثلاث فرق الثانيه. قمه الجوله ال 32 ليفربول في مواجهه توتنهام. ليفربول اكتر فريق محظوظ شفته في الدوري الموسم ده، الثلاث نقط بتجيله من اي حته كده زي ما شفنا في ماتش توتنهام وزي ما شفناها في ايفرتون قبل كده وقبل كده كمان ماتشات. يبقى الماتش ماشي في طريقه للتعادل وتلاقي الثلاث نقط نزلوا على دماغه مره واحده. مرزق كلوب ده برضه. كلوب بدا بال 4-3-3 المعتاده واللي بيكون فيها فينالدو وهندرسون وميلنر في نص الملعب، اما بوكيتينيو فاعتمد على الكثافه في خط النص ب 3-1-4-2 واللي كانت بتتحول ل 5-3-2 في الحاله الدفاعيه، وده طبعا بسبب الضغط العالي اللي دايما كلوب بيلعب عليه. فكان بوكيتينيو بيحاول انه يعمل اكبر قدر من الكثافه العدديه في كل الخطوط تقريبا. النقطه الابرز لتوتنهام في الماتش ده وهي جبهه تريبير اللي كانت سيئه جدا في التغطيات الدفاعيه، ففتحت مساحات كبيره قوي لافضل باك شمال في البريمير ليج وفي اوروبا الموسم ده روبرتسون. جول ليفربول الاول هو افضل تطبيق لفلسفه كلوب المميزه اللي هي التحول السريع من الحاله الدفاعيه للحاله الهجوميه معتمد اعتماد تام على الظاهرين، واكبر دليل على ده ان هجمات الليفر في الشوط الاول من ناحيه العمق لا تتعدى 18%. لو جيت تبص في الشوط الاول هتلاقي ان المساحات في الاطراف كانت كبيره جدا، وطبعا مع سوء انتشار مدافعين توتنهام فكان الضغط في الناحيه اليمين بيخلي الناحيه الشمال فاضيه تماما والعكس صحيح. في الشوط الثاني كان في تحسن كبير في الانتشار للاعيبه توتنهام وخاصه في المرتدات، لكن برضه الخطوره كانت بتيجي من ناحيه داني روز وارنولد. بعد جول التعادل لتوتنهام بوكيتينيو قرر انه يحط كلوب في اسوأ سيناريو في الماتش تقريبا، وهو التراجع الدفاعي واللعب على المرتدات، وده اللي اتحقق فعلا وتوتنهام قدر يعمل المرتده، لكن ما كانش فيه لعيب سوبر يخلص قدام الجول. في المجمل كلوب بيعتمد على خطه واحده من بدايه الموسم وهي 4-3-3 بوجود خط وسط بيقوم بمجهود بدني كبير واعتماد تام على الظهيرين وخاصه روبرتسون. اما بوكيتينيو فبيقرا الماتش بصوره كويسه جدا، بيحط تشكيل كويس جدا، بيتعامل مع التغييرات بصوره كويسه جدا، لكن وقت الحسم بيظهر مستوى اللعيبه الحقيقي جدا وهي رعونه قدام المرمى. افضل لاعب من ليفربول في الماتش ده من وجهه نظري هو طبعا فيرمينو، مش بس لانه قدر يسجل جول، لا كمان قدر انه يفوز بكل الكرات الهوائيه وكل الالتحامات، وكان افضل واحد في الثلاثي الهجومي طبعا مع اختفاء ساديو ماني ومحمد صلاح اللي اتحسب له اسيست من الهوا في الاخر كده. اما اسوأ لاعب في المباراه من وجهه نظري هو بطل كاس العالم مع منتخب بلاده هوجو لوريس. هوجو لوريس رجع لعادته السيئه تاني، هو الاخطاء الساذجه في الماتشات الكبيره، فخطا امبارح كلفه انه يتنازل عن المركز الثالث هو وفريقه ويروحوا للمركز الرابع اللي برضه ما بقاش مضمون قوي. قبل ما اقفل طبعا ما ينفعش اعدي ماتش توتنهام وليفربول من غير ما اتكلم عن اللقطه اللي السوشيال ميديا كلها بتتكلم عنها، فيرجيل فان دايك في مواجهه سون وسيسوكو. انا معاك طبعا ان فان دايك واحد من افضل مدافعين العالم في الوقت الحالي، ما كانش هو الافضل، ومعاك طبعا ان تصرف فان دايك في اللقطه دي كان تصرف عبقري وذكي جدا، بانه طبعا قفل على سون واجبر سيسوكو انه يشوط برجله الضعيفه فالكره راحت في السماء. لكن عايزك تتخيل معايا ثانيه كده، لو كان اللي مكان سيسوكو ده هاري كين او دي بروين او اجويرو كان ايه الوضع دلوقتي؟ زي ما قلت ان اللقطه دي فيها تصرف ذكي جدا من فيرجيل فان دايك، لكن برضه فيها تصرف غبي جدا من سيسوكو، واعتقد لو كان في مهاجم سوبر او حتى لعيب بيعرف يشوط كويس كان ممكن الوضع يكون مختلف، لكن في الاخر برضه يبقى فان دايك واحد من افضل مدافعين العالم. الدوري الانجليزي هو ملك الصراعات في كل موسم من كل الدوريات وبالاخص الموسم ده، ففي صراع الليفر والسيتي عن الدوري الفرق بينهم نقطتين بس، وممكن يكون نقطه واحده لصالح سيتي لو قدر انه يكسب كارديف، وفي صراع ارسنال وتوتنهام ويونايتد وتشيلسي على المقاعد المؤهله لدوري ابطال اوروبا الموسم الجاي، والفرق بين الثالث للسادس 3 نقط بس، وطبعا في صراع المركز السابع للتاهل للدوري الاوروبي الموسم الجاي من 5 فرق وهم وولفز وليستر وايفرتون وويست هام وواتفورد، والفرق بين السابع وال11 نقطتين بس. فاخيرا ما تنساش لو انت مش عامل اشتراك في القناه تنزل تعمل سبسكرايب من تحت او من هنا، ولو ما شفتش الحلقات اللي فاتت هتلاقيها هنا او هنا، ولحد ما نشوف بعض الحلقه الجايه. سلام عليكم.